بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يحتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تبارك وتعالى الخائد أحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن خاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أغزى وأسى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما آتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي الصول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى القدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتخى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتخاب وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من خير العزيز المعز بجاه عبده نبيه ورسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم أن كل من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرا واسلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق
والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك، فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مختفيه، فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعطر بفضل من جاد بفتح الرتق، فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه، فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره، فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره، وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جميع العصيان، فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان، وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية، صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.